السلام عليكم. جريمة آخر الليل، عايزين ناكل حاجة حلوة. دخلت المطبخ وطلعت بصينية بسبوسة عظمة. لو انت عندك مشاكل مع البسبوسة، ما بتشربش الشربات، بتنشف منك، او ما بتبقاش مرملة ودايبة بالشكل اللي انت شايفاه ده، اتفرجي على الفيديو ده للآخر واوعدك انك هتعملي صينية بسبوسة رهيبة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. انا عملت كيسين بسبوسة، لو هتعملي كيس واحد اعملي نص المقدار. وعايزة اقول لك ان النوع ده اسمه حلال تحفة، لو لقيتيه اشتريه وانت مغمضة. ثمنه 19 جنيه، وزنه 350 جرام. كيسين البسبوسه حطيت لهم 4 معالق كبار من السمنه، وقلبتهم لحد ما وصلوا للشكل اللي انت شايفاه ده، تبقى شبه الرمله المبلوله كده. اظن مفيش اسهل من كده. وبعد كده حطيت كوبايه وربع من الحليب، كوبايه كبيره وربع من الحليب. والبسبوسه ما بتتعجنش، لو عجنتي البسبوسه هتنشف منك. قلبي بسرعه كده لحد ما السميد يشرب الحليب. وبعد كده جهزي الصينيه بتاعتك. انا جهزت صينيه مقاس 30، دهنتها كويس بالسمنه من تحت، وحطيت الخليط بتاعي، وكنت مجهزه الفرن على درجه حراره 180. شغلت النار من فوق ومن تحت، اخدت في الفرن بالظبط تلت ساعه، يعني الوقت تلت ساعه، اخدت تلت ساعه. وخبطت الصينيه خبطتين كده على الرخامه عشان تتسوى كلها وتبقى قد بعض، ودخلتها الفرن. وعلى ما تستوي رحت جهزت الشربات اللي هيبقى عباره عن كوبايتين كبار من السكر، حطيت عليهم 3 كوبايات من الميه وحطيتهم على النار. اول ما غلي والسكر داب، عصرت نص ليمونه ودقيقتين وطفيت عليه. وبس كده. البسبوسه تنجح معاكي ازاي؟ اول ما تطلع من الفرن اسقيها بالشربات وهو لسه نازل من على النار. شايفين مجرد ما بسقيها الشربات بتشربه بسرعه ازاي؟ وده دليل على نجاح البسبوسه. طريقتها سهله جدا وبسيطه، ما اخدتش مني اكتر من 10 دقائق، والنتيجه تحفه. مش زي بتاعه بره، لا دي احلى من بتاعه بره بمراحل. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وافادتكم. لو عجبتكم الطريقه حطوا لي لايك وشكرا.